سلام متابعي قناة وصفة، شكرا على تفاعلكم على الفيديو الأول وعلى تشجيعاتكم. الفيديو تاع اليوم هو عبارة عن خبز الشحمة، واللي تيختلف الاسم ديالو على حسب كل منطقة. بالنسبة للمقادير عندنا بصلة مشلضة، فلفل حلوة، شحمة، توابل، ملح، قزبر، معدنوس. وبالنسبة للدقيق على حسب الكمية اللي بغيتو. بالنسبة ليا درت 2 زلايف تاع الفورس وزلافة تاع الفينو وخميرة والملح وحسب الذوق. ما بالنسبة لطريقة التحضير، تنخلطوا العجين ديالنا حتى تيتجمع، كنخلطوه مزيان كيولي على هذا الشكل، كيكون مرخوف، كتكون العجينة مرخوفة. وبطبيعة الحال كنخلوه يرتاح. هنا تنبداو نشكلو العجين ديالنا على شكل دوائر صغيرة، كنأكد عليها يكونوا دوائر صغيرة كما تتلاحظوا، وتكون متساوية باش نحصلوا على الشكل اللي بغينا في النهاية. وهنا بعد ما شكلنا العجين ديالنا خليناه باش يرتاح لمدة 10 دقائق. كنجيبوا هذا المول وكنحاولوا اننا نخلطوا الحشوة ديالنا. كنوضعوا البصلة وفلفلة حلوة والشحمة. كنوضعوا الشحمة الكمية اللي بغينا على حسب الذوق، كما العادة على حسب الذوق. وهنا توابل، كنوضعوا توابل. بالنسبة للتوابل حبذا لو انها تكون شوية كتيرة باش يجينا خبز الشحمة زوين، ماشي كتيرة نسمعوها كتيرة هنا كنوضعوا قزبر ومعدنوس. كنوضعوا الملح وزيت المائدة. وكنخلطوا الخليط ديالنا مزيان، تنحاولوا اننا نخلطوا الحشوه ديالنا مزيان، وكنمسحوا سطح العمل، وكنحاولوا اننا نقرصوا العجين ديالنا مزيان. هنا كنوضعوا الحشوة، كنحاولوا اننا نوضعوا الحشوة في العجين. تنوضعوا العجين من الفوق، نحاولوا اننا نضغطوا عليه مزيان باش ما تخرجش لينا الحشوه من الاطراف. هنا كنوضعوا العجين ديالنا في المقلاة وكنطيبوه. كنوضعوا عليه شويه ديال الزيت، كنحاولوا اننا نقلبوها
ونحاولوا ما امكن دائما نبقاو نحركوا العجينه ديالنا. وهذه هي النتيجة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وما تنسوناش من الدعم والاشتراك والإعجاب، وشكرا لكم على المتابعة. بالنسبة لحكمة اليوم، فأنا قررت نشارك معكم حكمة مقتطفة من كتاب قوة الفكر للكاتب إبراهيم الفقي. بصراحة نالت إعجابي، وهي تقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلكي يكون التغيير متكاملا يجب أن يبدأ الإنسان به من الداخل. فمهما كانت المساعدات الخارجية قوية وفعالة، فلن تساعدك إلا إذا ساعدت أنت نفسك، وذلك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بتغيير معنى الإدراك الموجود في الملفات الداخلية. وهنا يكون التغيير شاملا، فعندما تغير إدراكك تغير معنى الأشياء بالنسبة لك، وتغيير الملفات الداخلية، وتغيير حياتك بإذن الله كما تريدها أن تكون.